هنتحاسب يوم من الايام عن كل ست وقفت في مطبخ مخنوقه بسبب ان اللي صمم ما حلش التهويه بتاعت المطبخ كويس ولا الفيو كويس، فواصله لمرحله ان هي بتشتغل في درجه حراره غير مناسبه في فراغ مش متصمم. بيجي ورا ده مشاكل ممكن تحصل في البيت، مش لاحقه تجهز نفسها، مش لاحقه ان هي تكون ادميه 100% حاسه بادميتها. فاحنا هنتحاسب على كل ده. فلو انا حطيت نفسي مكان اليوزر اللي بيستخدم المشروع مش الكلاينت، لان نظره الكلاينت هي نظره كوميرشال شويه، انا بجيب منه فلوس. اليوزر هو مستخدم، قد يكون الكلاينت هو اليوزر، بس كل ما بشوف نفسي مكانه كمشخصاتي بمثل دوره بحياته، بيتفكر ازاي، بيتحرك ازاي، كل ما بقرب له في التصميم، كل ما التصميم بيقدر يميت كل الحاجات اللي هو محتاجها. لو هصمم مشروع بابليك، فين، في انهي حته، في منطقه عامله ازاي، الناس دي بتفكر ازاي، حياتها عامله ايه. ويمكن السؤال ده احيانا كان بيحصل في المكتب كتير، بالذات انه مش كل الناس اللي بتشتغل معانا جايه من لايرز او مرت بلايرز في حياتها تكون اتعرضت لكل اللايف ستايلز يعني، او الناس بتعيش ازاي. فاحيانا بيجي سؤال كده اللي هو بالذات لما بنشتغل على مشاريع الكوميونتي، اللي هو انتوا عارفين الناس دي عايشه ازاي، طب ما تنزل اقعد 3 4 ايام كده اتفرج في الشارع الدنيا بتحصل ازاي. نقيس على ده بقى كل حاجه.